هنا مصر. أول ما عينك تشوفها بتشوف بلد عظيمة، بلد كريمة بناسها طيبين، اللي استحقوا بعد سنين الصبر والانتظار مسيرة إنجازات في كل المجالات. بدأنا عصر جديد في مجال الكهرباء، حققنا الاكتفاء الذاتي بمحطات جديدة قدرت تحقق فائض كبير للتصدير. وفي مجال الطاقة النظيفة استثمرنا في إنشاء محطات طاقة الرياح، وأكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية في بنبان بأسوان. صنع في مصر مش مجرد شعار، لكن حلم اتحقق بإرادة ونهضة تكنولوجية. مصانع بتفتح أبوابها في كل المجالات بأيادي مصرية. أنشأنا عشرات التجمعات الصناعية، ومن بينها مشروع الروبيكي اللي بيحقق أقصى استفادة من خام القطن احتياطي مصر من الذهب الأبيض. نطاق صناعي متكامل على مساحة 203 فدان، بيضم أول مدينة مصرية صناعية ذكية وفق أعلى المعايير العالمية، واللي بتضم أحدث التقنيات السويسرية والألمانية والإيطالية في الغزل والنسيج والطباعة والصباغة. حققنا الاستغلال الصناعي الآمن لثرواتنا المعدنية بإنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المتكاملة في مجال الحديد والصلب، ونجحنا في تأمين صناعاتنا المحلية من الأسمنت، وقدرنا نلبي احتياجات مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية. ومن جديد بنعيد اكتشاف رصيد ثرواتنا المحجرية اللي بيها قدرنا نأسس مدينة كنوز جلالة للرخام والجرانيت، قلعة صناعية بتضم 13 مصنع مزود بأحدث التقنيات العالمية والآلات المتطورة، وبتبلغ طاقتها الإجمالية السنوية 30 مليون متر مربع. وامتدت الأيادي المصرية لبناء أول مدينة صناعية للمنتجات الغذائية بمعايير تكنولوجية عالمية، مدينة سايلو فودز اللي بتضم 10 مصانع. وبدأنا من سنين قليلة البحث والتنقيب عن مصادر للطاقة، ونجحنا في اكتشاف حقول جديدة في الغاز والبترول، وحولنا مصر لمركز إقليمي في تصدير الغاز. وأنشأنا العديد من مصانع البتروكيماويات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض للخارج. بدأنا مشروعات تنمية الموارد المائية والري من خلال إنشاء محطة معالجة المياه بالمحسمة اللي بترفع يومياً 1,050,000 متر مكعب مياه لاستصلاح 50,000 فدان شرق قناة السويس. ده غير إنشاء أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم، محطة بحر البقر اللي بتعالج 5.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف لإعادة استخدامها لاستصلاح 456,000 فدان. للاستصلاح الزراعي في كل المحافظات من خلال التوسع في المشروع القومي للصوب الزراعية بإجمالي 100,000 فدان صوب زراعية تهدف لإنتاج محاصيل زراعية بجودة عالية. كمان تم استصلاح وزراعة 25% من الرقعة الزراعية في مصر باستصلاح وزراعة حوالي 2.5 مليون فدان. العاصمة الإدارية الجديدة واجهت مصر الحضارية مع ميلاد الجمهورية الجديدة، مدينة ذكية بتحقق معنى التناغم والتكامل وبتجمع كل الوزارات والهيئات الحكومية، بتضم مجلس النواب وساحة الشعب
النصب التذكاري. منطقة المال والأعمال. والمركز الثقافي الإسلامي. ومدينة للفنون والثقافة، ده غير العديد من المناطق السكنية الجاذبة لملايين السكان. مدينة الجلالة، أجمل إطلالة على ساحل البحر الأحمر. العالمين الجديدة، در تاج البحر المتوسط. هنا البلد العظيم، صاحب أعظم تاريخ وحضارة، علمت العالم كله الحضارة اللي موجودة وبتزين أشهر ميادين العواصم العالمية. بنبني ونستثمر بإنجازات تليق بتاريخنا. المتحف المصري الكبير، ده غير اكتشافات أثرية ضخمة بشراكة واستثمارات عالمية. أيوة، هنا مكان مش زي أي مكان، تستمتع فيه مع كل الناس اللي بتحبهم، يستقبلك ناس بحب وترحاب، تكتشف شواطئ، مدن، فنادق على أعلى مستوى. والنهاردة مصر بتفتح أبوابها في كل مكان وكل المجالات بفرص نجاح حقيقية. هنكمل المشوار، نحلم، نجري، نسبق، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر، مكان مش زي أي مكان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.